الذئبة الحمراء والشعر. مشكلة المشاكل لما الشعر يتأثر في مريضة الذئبة الحمراء. ممكن حاجات كتير قوي تتأثر ونعالجها، لكن الشعر بيفضل من المشاكل المهمة عند المرضى، والحقيقة كتير من زمايلنا ما بيهتمش بيها. النهاردة هنتكلم على الشعر والذئبة الحمراء. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. ايه اللي ممكن يحصل للشعر في الذئبة الحمراء؟ 3 حاجات. أول حاجة سقوط كامل للشعر، وده ممكن يكون حاجة من الاتنين: يا إما حصل نشاط بس في فروة الراس، إنما الحمد لله ما حصلش علامات أو تآكل لبصيلات الشعر زي الأمراض اللي بيبقى فيها الذئبة الحمراء نشطة في أماكن أخرى، ومن ضمنها سقوط الشعر، فالشعر يخف من قدام مثلا. أو النوع التاني إن يحصل حاجة اسمها ديسكويد أو بنسميها الذئبة القرصية، ودي ممكن تعمل للأسف تلف لبصيلات الشعر، ودي للأسف ممكن نحتاج إن احنا نزرع شعر علشان الشعر يرجع لطبيعته. 3، إن ممكن الشعر يتغير طبيعته، يعني كان ناعم يخشن، كان خشن تلاقيه بقى ناعم، كان ناعم قوي بقى أجعد، وهكذا. طب في أسباب تانية غير المرض نفسه ممكن تزود سقوط الشعر في مرضى الذئبة؟ طبعا نقص فيتامين د، مشاكل الغدة الدرقية، ان يكون في انيميا حادة بأيا كان سببها، لها علاقة بالمرض او ملهاش علاقة بالمرض، او استخدام طبعا الشامبوهات بطريقة خاطئة. طب اعمل ايه مع شعري؟ 1، نستخدم شامبوهات اطفال. 2، ما نستخدمش اي بوكل ولا اي حاجات تشد الشعر. 3، نهوي الشعر، لان لو محجبة نهوي الشعر في البيت. 4، نتعرض للشمس. 5، نستخدم الزيوت الطبيعية لو هستخدم أي زيوت. 6، وهخليها لوحدها، هي إن ما خافش، لأن الحقيقة الخوف والتوتر من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتزود سقوط الشعر. طب هل الفيتامينات بتساعد؟ طبعا فيتامينات الشعر بتساعد. البيوتين بيساعد، فيتامينات اللي فيها زنك وفيها حاجات فيتامينات للشعر، فيتامين أ وفيتامين ه، كلها بتساعد. فيتامينات المخصوصة للشعر بتساعد. بعض الحاجات اللي فيها حاجات زي النياسين بتساعد. حاجات كتيرة جدا. السبرايهات الموضعية، الكريمات الموضعية اللي بيكتبوها دكاترة الجلدية، حتى جلسات البلازما، كل ده ممكن يساعد. فبالتالي الحاجات دي كلها ممكن نستخدمها. طب بالنسبة بقى لزرع الشعر نعمل ايه؟ مفيش مانع خالص من زرع الشعر، انما والمرض هادي. طب والحنة والصبغات؟ الحنة الطبيعية كويسة، الصبغات طبعا مش مستحبة، بالذات اللي فيها كيماويات عالية، لان ممكن تهيج المرض في فروة الراس. الخلاصة: فيه حلول، ولازم نتعامل مع الدكتور بتاعنا ونسأله هل يقدر يساعدنا ولا محتاجين دكتور جلدية متخصص. والحقيقة في حالات كتيرة جدا بيرجع الشعر لطبيعته وبتتحسن كتير، بس بشرطين: الاستدامة في الأدوية والمتابعة مع الدكتور. ودمتم سالمين.